سيتر جايه بكره خلاص، ان انا اتفقت مع الشركه، وانا بصراحه اتفقت يعني سالت وعرفت اسعارهم وكل حاجه. انا هجيب بيبي سيتر لبنتي بكره واتفقت على كل حاجه ومش عارفه اشيل مسؤوليه بنتي مع البيت. خناقه بين البلوجر ليلى محمود وجوزها على البيبي سيتر، يا ترى ايه اللي حصل وهل هتوصل للانفصال؟ ومفاجاه عن رد فعل احمد جوزها. كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. طلعت في مقطع فيديو بتقول هجيب بيبي سيتر لبنتي من بكره خلاص، واتفقت على السعر والتفاصيل وكل حاجه، بس مش عارفه جوزي هيعمل ايه معايا، يا ترى هننفصل ولا ايه اللي هيحصل؟ كلامنا عن خناقه بين البلوجر ليلى محمود وجوزها احمد بعد ما عرف انها اتفقت مع بيبي سيتر وهتيجي البيت وتبقى قاعده معاهم ليل نهار. طلعت ليلى في فيديو بتقول انها عايزه تجيب بيبي سيتر بس جوزها مش موافق خالص، فهي قررت تعمل فيه مقلب وتشوف رد فعله لانه رافض الموضوع تماما ومش راضي بالوضع ده خالص. ظهرت في فيديو وهي بتقول انا اتفقت مع البيبي سيتر وجايه بكره وجوزي مش موافق ومش عارفه اعمل ايه، يا ترى هيطلقني ولا ايه اللي هيحصل؟ واول ما دخل ليلى عملت نفسها بتتكلم في التليفون وبتتفق مع الراجل على البنت اللي هتيجي، وانها كمان هتحول الفلوس كاش ليها، انها جايه بكره وهتقابلها تاخدها منها. فجاه جوزها ساب كل اللي في ايده وقال لها بتكلمي مين؟ اقفلي دلوقتي حالا وكلميني. وتحسه مش مصدق اللي هي بتقوله. هي اتصدمت من رد فعله فقفلت التليفون وقالت له انا خلاص اتفقت على كل حاجه وما ينفعش ارجع في كلامي. احمد قال لها انا قلت لك مش عاوز حد يجي البيت، انت تشوفي مسؤوليه بنتك، الموضوع مش صعب. قال لها بالنص كمان انت مش هتحطيني قدام الامر الواقع وانها جايه وخلاص وانا كده اوافق، مفيش الكلام ده، انا هكسفك ومش هيهمني حد، كلمتي هتتنفذ. طبعا ليلى ما قدرتش توقف كلام وحاولت تقنعه على طريقتها وقالت له دي بنت نيجيريه وامينه وشاطره وهتاخد مبلغ كويس مقارنه يعني بشركات تانية، وغير انها قالت لاحمد كمان انها وعدت الشركه هتنزلهم اعلان ببلاش لو طلعوا كويسين، ممكن كمان يخفضوا لينا راتبها وان دي فرصه مش هتتعوض. لكن احمد صمم على موقفه وقال لها تقفلي الموضوع ده خالص، والموضوع بين ليلى واحمد ما خلصش على كده، وهي نفسها ده يتحقق مع بعض وشكلها كده هتفضل وراه لحد ما يوافق. ما احنا عارفين بقى سلاح الستات المصريين الزن، وانقسم المتابعين في اللي معاها وفي اللي مع احمد. فريق شايف ان ليلى معاها حق وان الحياه والمسؤوليه بقوا صعبين، وبالعكس شجعوها على القرار وطلبوا منها رقم الشركه علشان يجيبوا بيبي سيتر. وفي اللي شايف ان الموضوع بسيط ومش مستاهل خناقه وان كل واحد يراضي التاني من غير ما يزعله. وفي اللي شايف ان ليلى افورت وان معاها بنوته بس وشغاله بلوجر وفلوجات من البيت، فالموضوع مش صعب عليها قوي زي الموظفين اللي بينزلوا كل يوم وبيرجعوا من الشغل ينظفوا ويغسلوا ويطبخوا ومعاهم اكتر من بيبي. في كتير شايف ان الموضوع مش مستاهل خناقه بينهم وانها المفروض تسمع كلام جوزها وتمشي على قد امكانيات. يمكن مش هيقدر يدفع المبلغ ليها كل شهر، يمكن مش هيبقى مرتاح في بيته لانها تفضل قاعده معاهم ليل نهار، فده اكيد هيقيد حريته. ايه رايك بقى في وجهه نظر كل واحد؟ ويا ترى شايف مين اللي معاه حق، ليلى ولا احمد؟ شاركوني برايكم في التعليقات.